دي ذنبها في رقبتك، دي ذنبها في رقبتك اللي انت بتعملي فيها كده، ذنبها في رقبتك. الشعر تاج الواحدة يا مفترية يا كافرة، الشعر تاج الواحدة. ليه تعملي لها شعرها كده؟ ليه؟ انا مش بلوم على العاملة ابدا، العاملة رايحالك ما تفهمش حاجة، ما تعرفش حاجة. ليه تعملي فيها كده؟ عشان ايه؟ عشان 200 جنيه؟ عشان 300 جنيه؟ ليه تعملي فيها كده؟ اتقي الله، اتقوا الله في الناس اللي بتجيلكوا. هرقنا شعرها ليه؟ اتقي ربنا يا مفترية. كل الناس اللي اتفرجت على الفيديو ده بتغلط الست اللي عملت التشقير او اللي عملت سحب اللون ووصلته للمرحله دي. طيب انا هغلط مين؟ هغلط الست دي؟ هغلطها، بس دي كمان اللي عماله تقصقص في شعرها غلطانه. مين يعرف هي غلطانه في ايه؟ انتوا عارفين ان انتوا بعد الشر لما تتعرضوا لموقف زي ده، او لما يحصل مع حد قدامكم موقف زي ده، الشعر المبلول المصبوغ اعرفوا ان هو طول ما انت بتعملي فيه كده، طول ما انت بتعملي فيه كده هيفضل يتسلت في ايدك طول ما هو مبلول، طول ما هو متشرب كله بالميه. طيب الحل بنعمل ايه لما نلاقي حاله زي كده؟ طيب انت غلطانه، انت هي الست اللي شقرت لها غلطانه، والست اللي جايه تقص لها وبتقول ان اللي شقرت لها غلطانه برضو غلطانه. لما يجيلك حد بالمنظر ده تعملي ايه؟ سيبي شعره زي ما هو، سيبي شعره، يعني لو هتغسليه اغسليه، سيبيه ينشف بنسبه 100%، ما يكونش فيه ولا نقطة مية واحدة. بعد ما ينشف هتلاقيه صالب نفسه شوية او ماسك نفسه شوية. هنعمل ايه؟ هنيجي عند الشعر كله اللي اتعمل له سحب لون ده، او كل الشعر اللي باظ او اللي اتحرق من التشقير، وهنملاه زيت، اي زيت، اي زيت، يعني اي زيت شعر يكون متداول عندكم. يفضل طبعا يكون زيت من الزيوت المعالجه للشعر، لكن انا بقول اي زيت علشان يبقى اي حاجه متاحه قدامك. هنعمل ايه لما نحط على الشعر الناشف ده؟ نحط الزيت، بدل ما هو كان هيشرب ميه هيشرب زيت. طب لما هيشرب زيت، شفتوا الورقه؟ شفتوا الورقه اللي بتكون شاربه ميه ايه اللي بيحصل لها؟ ممكن تتقطع كده بسهوله معاكم. طب شفتوا الورقه اللي بتكون شاربه زيت؟ الورقه اللي بتكون شاربه زيت بتبقى معصلجه شويه وبتبقى ناشفه. ايوه الشعر هيبقى ناشف ومنشي وكله عامل كده اهو، لكن هنحافظ على اللي باقي منه. وارد بصوره كبيره ان هي تفضل مع الوقت شعرها يبدا يطول سنه سنه، وتبدا تعمل له حمامات زيت كتير، فيتعالج مثلا بنسبه 50%. مش هقول لكم ان كل الشعر ده هيبقى كويس معاها، لا، هيبقى فيه تقصف وهيبقى فيه شعر ناشف وهيبقى فيه خشونه، لكن هيبقى فيه شعر، هيبقى فيه شعر. ما ينفعش حضرتك تروحي شايله كل الشعر ده بعد ما تبليه بالميه عماله تنسلي فيه وتقولي ان ده شعر. يعني المفروض ما تدعي على اللي عمل غلطان طبعا بنسبه 100%، بس انت كمان كحد بروفيشنال انت كمان غلطانه انك تعملي الحركه دي. لما يكون الشعر مبلول ميه بيبقى في اضعف حالاته، سيبيه ينشف، حطي له زيت لمده اسبوع متغرق زيت كده ومعمول كحكه، مش هتفرق، انت كده كده شعرك مضحيه بيه. لما تيجي بعد كده تغسله وتنشفه هيبقى صالب نفسه، وهنبتدي مع الوقت نساوي اطرافه. انت كمان لو تعرضتي لموقف زي ده اوعي تقصي شعرك مره واحده، حتى لو شعرك اتحرق من البروتين او من التشقير اوعي تعملي الموقف ده او تخلي حد يعمل لك كده في شعرك وهو مبلول، عشان طبيعي وهو مبلول هنفضل نعمل فيه كده هيتقطع 50 حته. اوكي، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي. نسيت اقول لكم، مش انا بامانه اللي مشقره لها شعرها لحسن تفتكروا، ولا اعرف مين اللي مشقر لها شعرها، انا بس مجرد معلومه حبيت اقولها لكم علشان انتوا كمان تاخدوا بالكم، مش بس كل حاجه اللي بتبقى على السوشيال ميديا تبقى صح بصوره كبيره. بحبكم جدا، ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ده. باي باي.